تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات تي بي ان سبورتس في هذا الموعد المتجدد مع مباريات الدوري المغربي. هذا مؤجل الجولة الثانية بين الرجاء الرياضي والمستضيف نادي حسنية أكادير بملعب أدرار، واحدة من قمم هذا الموسم عندما يلتقي الحسنية بنادي الرجاء الرياضي، الفريق المقبل على استحقاق كبير. امامنا على الصوره طبعا الاسم ميغيل كاموندي. مشاهدينا الكرام بالمقابل خوان كارلوس غاريدو. سريعا نتعرف على اختيارات البدايه بالفريق الضيف. ستلاحظون مجموعه من الغياش وكذلك لاعب كريم البركاوي والتسديد هنا، لكن مرة جانبيه عن مرمى محمد بوعميره. مشاهدينا الكرام هذه المباراة التي يقودها بالمناسبة عادل زراق، هذه اللمسة من اللاعب البناني وبعد ذلك التسديدة كانت قوية جانب القائم الايمن لمرمى محمد بوعبيرة. اول تسديد واول تهديد من طرف لاعب وسط الميدان مهدي اوبيلا الذي يسترجع مكانته على مستوى وسط الميدان. هذا هو اللاعب المهدي اوبيلا، نفس الثوابت ونفس الاسماء ونفس الركائز ونفس الاختيارات التكتيكية بالنسبة لميغيل غاموندي. الاعتماد على 4-2-3-1 وفي كثير من الأحيان 4-3-3 بأسلوب هجومي. هكذا عودنا فريق الحسنية لما يلعب بأدرار. نعم، اليوم الحسنية باللون الأبيض بالمقابل الرجاء الرياضي باللون الأزرق. هذا هو القميص الثاني بالنسبة للرجاء الرياضي، المتعود على أن يلعب باللونين الأبيض والأخضر، بينما انطلاقة من الجهة اليسرى لفائدة أناس، محاولة الاختراق لكن التغطية بعد ذلك ممتازة في نهاية المطاف. الخروج بالكرة دون خطأ وزراق يمنح رمية جانبية في هذه اللحظات. بينما أمامنا الصورة سيف الدين العالمي في أول دور بالمناسبة كان امام فريق الشباب الريف الحسيمي. المباراة التي انتهت بسداسية لفريق الرجاء الرياضي بمركب محمد الخامس. كرة في وسط الميدان، هنا التغطية من طرف دفاع فريق الرجاء الرياضي المشكل بالاساس من بدر وكذلك الياس، تمشي لأنا جبرون يخرج له ياسين الرامي. تغطية ممتازة من المدافع الاوسط لاكاديري. ياسين الرامي يدخل بها لوسط الميدان، لمسة من جلال، العودة للخلف مرة اخرى عبد الرحمن. كأس الاتحاد كما شاهدنا مع فريق النهضة البركانية الذي أبلى البلاء الحسن في هذه المسابقة جنبا إلى جنب مع فريق الرجاء. المراوغة الأولى، المراوغة الثانية والعرضية بعد ذلك، لكن ديندا مولير يتدخل. ديندا الذي يشغل مركز الظهير الأيسر مكان الغائب عبد الجليل جبير الذي تم إراحته في هذه المباراة. بينما انطلاقة رجاوية من الجهة اليمنى، عودة كانت موفقة في نهاية المطاف. نعم، التغطية كانت كما يجب والحكم يشير إلى وجود خطأ في هذه الأثناء وضربة حرة لنادي حسنية أكادير. إذن الصافرة تأتي من عادل زراق بالفعل وتمنح هنا ضربة حرة لفائدة فريق الحسنية. هذه لعادة مجددا لحظة المرور من كي أيوبي القاسمي في فاصل مهاري. شوف القاسمي
جبران. تلاحظون بأن الدوري المغربي مبتور من عديد المباريات لأن الصورة ضبابية، الصورة غير واضحة تماما، لأنه معظم الأندية تنقصها المباريات، خاصة نادي الرجاء الرياضي الذي لعب فقط 4 لقاءات، بينما حسنية أكادير هذه مباراته المؤجلة الوحيدة. وعلى فكرة الحسنية هو الذي يتصدر ترتيب الدوري المغربي برصيد 13 نقطة من مجموع 4 انتصارات، تعادل وحيد وهزيمتان. بالمقابل الرجاء الرياضي النادي الذي فاز في لقاءين وتعادل بالمقابل كذلك في مباراتين، ويبقى من دون هزيمة في انتظار اكتمال الصورة وفي انتظار إجراء باقي المباريات المؤجلة من أجل تحسين وضعيته في الترتيب العام. وبالتالي فالامور لن تتضح حتى في الاسابيع القادمه، لن تتضح الصوره بشكل جلي، لان المشكل هذه السنه، وهذا هو الهاجس الذي يؤرق بال لجنه البرمجه التابعه للعصبه الاحترافيه لكره القدم، وهو انه دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي سيبدا مبكرا، يعني اواخر شهر نوفمبر. لا اتحاد طنجه ولا حسنيه اكادير، الفريقان سيبدأان بشكل مبكر من خلال الدور التمهيدي لدوري الأبطال وكذلك كأس الاتحاد الإفريقي، وما سيحتم على لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية تأجيل عديد المباريات. زد على ذلك تأجيل لقاءات الوداد، تأجيل لقاءات الرجاء مرة أخرى سيتم تأجيل مبارياته بحكم التزامه الإفريقي في النهائي المنتظر الكبير أمام نادي فيتا كلوب، سواء ذهابا أو كذلك إيابا. وبالتالي فالأمور صعبة وصعبة. كان الله في عون لجنة البرمجة، لأنه ليس بيسهل حتى في السنة القادمة 2019 مع إن شاء الله دخول الأندية المغربية إلى دوري المجموعات، فهذا الامر سيضطر مع لجنه البرمجه لتاجيل عديد المباريات. فبالتالي موسم صعب جدا بالنسبه للجنه البرمجه من اجل الوصول إلى صيغة نهائية وتواريخ ملائمة مناسبة بالنسبة لكل الأندية، تماشيا مع مصلحة كل الأندية، لأن المصلحة العامة تقتضي في نهاية الأمر أنه تأجل المباريات في كثير من المناسبات، لأنه كلنا نتمنى أن تبقى السيطرة مغربية ويبقى الحضور مميز إفريقيا في الكاف وفي دوري أبطال إفريقيا. كرة في وسط الميدان لفائدة اللاعب بدر بنون ديندا مولير على الجهة اليسرى. هنا عملية الضغط في نهاية المطاف، الكرة تخرج إلى رمية جانبية. حتى الآن الحسنية كما ذكرت في الصدارة برصيد 13 نقطة، أولمبيك أسفي في المركز الثاني 12 نقطة، يوسفية برشيد الفريق الصاعد الجديد يحتل المركز الثالث برصيد 11 نقطة. ولكن قلت قبل لحظات بأن الأمور ضبابية والأمور غير واضحة تماما، لأن الدوري المغربي مبتور من عديد المباريات. هذه غلطة والحكم ماذا يقول؟ غلطة والحكم ماذا يقول؟ في هذه لاتنا راية مرفوعة، وبالتالي ضربة حرة لفائدة فريق حسنية أكادير. هل كان في وضعية تسلل في اللقطة الماضية على اللاعب هنا مهاجم فريق الرجاء البيضاوي حسن بوعين؟ هل كان في وضعية التسلل؟ عموما عبد الرحمن الحواصلي ينفذ الضربة الحرة في وسط الميدان. هناك نوعا ما تباطؤ من المهدي، وبيلا ماذا يفعل المهدي؟ خاطئ هذه التمريرة من طرف المهدي أوبيلا، واللمسة بعد ذلك التحضير لمحسن هي جور، لكن متابعة هنا من طرف الظهير الأيمن عبد العالي الخنبوبي. وصلت الكرة للجهة اليسرى، هناك متابعة من طرف أيوب القاسمي. أيوب يبحث عن إدريس بناني، الكرة تبعد بعد ذلك بطرف عمران فيضي وإلياس الحداد. هذا هو إلياس الحداد يقوم بتعطيه ومساندة لاعب عمران فيضي الظهير الأيمن الذي يحضر لأول مرة رفقة فريق الرجاء الرياضي. أيوب القاسمي يعيد للمهدي أوبيلا، يغير تماما ياسين الرامي على الجهة اليمنى. يتقدم ياسين، لمن يا ياسين بعد مرور 10 دقائق على الانطلاقة لدينا هنا من طرف من
عن طريق لاعب زوير الشاوش. زوير الشاوش. امين الصديقي اليوم امين الصديقي لن يلعب كظهير ايسر ولكن سيلعب في المحور الى جانب اللاعب المخضرم ياسين الرامي المديو بالله. يفتك ديال الكره وسط لاعبين الحكم زوراق يعطي الامتياز للفريق الاكاديري. إذا حسنية أكادير تحاول مع البداية خاصة في الجهة اليمنى، وكأن ديندا يعطينا إشارات بأن الحلقة الأضعف في تشكيل الرجاء ستكون في الجهة اليسرى، لأنه شفنا في مناسبتين الحسنية يمر بسهولة عن طريق اللاعب الفحلي أين يتواجد ديندا مولير. كرة في الجهة اليمنى. هل يتأثر الرجاء بهذه الغيابات العديدة والكثيرة في التشكيل الاساسي؟ ذكرنا اسماء يعني تغيب بسبب الاصابه، اسماء اخرى تم اراحتها، واسم مميز هو عبد الاله الحفيظي الذي انضم للمنتخب الوطني في الاستحقاق الامس امام الكاميرون. يعني نتيجه اكثر من رائعه واداء مميز للنخبه المغربيه، لكن الانجاز بالامس رقم هو أول انتصار تاريخي على حساب منتخب الكاميرون. رسميا على فكرة المنتخب المغربي يتأهل. طبعا بالأمس قلتها شخصيا في التعليق وحتى في إحدى البرامج عبر قنوات بين سبورتس بأن المنتخب المغربي بنسبة 99% سيتأهل، واليوم التأكيد بعد خسارة منتخب مالاوي أمام جزر القمر. إذا رسميا النخبة المغربية تتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا. تسديدة لكن المتابعة بعد ذلك. فعلا هذا هو الخبر السار القادم من مباراة جزر القمر والمالاوي. فعلا النتيجة التي تؤهل رسميا المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس إفريقيا. وشفنا البارحة مستوى طيب وأسماء عادت إلى الواجهة وأسماء عادت إلى التشكيلة، خاصة سفيان بوفال. نعم سفيان والكابيتانو المهدي بن عطية الذي زرع مزيد من الثقة ورجع الأمان مرة أخرى لخط الدفاع والثقة وروح المجموعة. فعلا روح المجموعة التي دائما يصر عليها المدرب إيرفي رونار. بالتالي فلدينا كل الامكانيات وكل المقومات، لا طاقم بشري ولا لوجستيكي من اجل بكل تاكيد تحقيق المراد، لانه فعلا الجميع يتساءل متى سنفوز باللقب القاري. هذا هو الهدف الاسمى بالنسبه لكل الفعاليات في المملكه المغربيه. لا القائمين على الشأن الكروي، المسيرين، المدرب، اللاعبين، وانتظارات بالفعل كبيرة بالنسبة للجماهير المغربية. تمشي كرة في وسط الميدان وجلال الدوري الحكم ماذا يقول؟ ما فيهاش خطأ، كان فيها تدخل في حق لاعب جلال. ياجور وحده يعمل الكنترول بالقدم اليمنى، يدخل ياجور ولا حواصلي في المتابعة. هذه واحدة من اختراقات محسن ياجور من الجهة اليسرى. نعم الكنترول جميل والمرور أجمل، لكن بعد ذلك القراءة والتدخل وردة الفعل حاضرة من عبد الرحمن الحواصلي بهذه الطريقة. بالفعل كان يبحث عن اللاعب سيف الدين العالمي. شوف مرة أخرى تبادل كروي بين سيف الدين ومحسن ياجور، لكن الحواصي يقول أنا موجود، أنا حاضر، اطمئنوا، كونوا على يقين بأني سأكون هنا متميزا. وكنت في غاية الروعة يا عبد الرحمن يا الحواصلي، ردة فعل الكبار وأنت من الكبار يا عبد الرحمن يا الحواصلي. ماذا هناك؟ فعلا تسديدة مباغتة وردة فعل أجمل منك يا عبد الرحمن يا الحواصي، ولكن قبل ذلك زوراق يطلب إعادة تنفيذ الضربة الحرة لفائدة فريق الرجاء. يعني بغض النظر عن طبعا سرعة التنفيذ، هذه الإعادة مرة أخرى. يا سلام يا سلام يا عبد الرحمن يا الحواصلي. هنا ردة الفعل رغم أن الحكم هنا صفر وأوقف اللاعب، لكن مشات الكرة للجهة اليسرى. صلاح الدين باهي هو الذي سددها رغم أن عبد الرحمن الحواصلي شاف إشارة الحكم وإشارة الحكم هنا كانت حاضرة، لكن رغم ذلك قام بالتصدي جميل وجميل جدا عبد الرحمن الحواصي. عموما
ماذا هناك؟ ماذا يحتسب الحكم؟ ركنيه فعلا، ركنيه نعم، لان الكره كانت ملعوبه. مشاهدينا الكرام بروح رياضيه يتم اعادتها لعبد الرحمن الحواصي مباشره. ياسين الرامي في الاستلام على الجهه على اليمنى. نتوقع مباراه مفتوحه بين الطرفين حتى الان، ربع ساعه على البدايه، 0 مقابل 0، ولكن الاجواء مغريه صراحه. الاجواء توحي بانه سنشاهد اهداف بين الطرفين. الحداد يبعد هذه الكره، تمشي للجهه اليمنى، يحاول فيها سيف الدين العالمي، والكره تخرج بعد ذلك من طرف امين الصديقي، تمشي للجانبيه، وعمران فيدي والذي سيتكلف بتنفيذ. هذا هو لاعب عمران فيدي، يلعب الرميه الجانبيه، يمشي سيف الدين العالمي، لكن يخرج المهدي اوبيلا، والحكم عادل زراق يمنح الامتياز للمهدي اوبيلا. إذا نتابع الضربة الحرة لفائدة فريق حسنية أكادير. عبد الرحمن الحواصلي يلعب للصديقي مرة أخرى، الحواصلي للجهة اليمنى، الاستلام من ياسين الرامي، يتقدم ياسين لمن ياسين، تمشي للأمام، والياس الحداد يتركها لمحمد بوعميرة. نهاية المطاف كرة في وسط الميدان لفائدة فريق حسنية أكادير. هذا هو لاعب منير ديندا، غاب طويلا عن التشكيل الاساسي، شفناه في بعض المباريات، ولكن مدام عبد الجليل جبيره لاعب والعنصر الاساسي ضمن اختيارات المدرب خوان كاروس غاريدو، فديندا يدخل كاحتياطي اليوم. اول مره نشوف اللاعب ديندا نعم عنصر اساسي في تشكيله فريق الرجاء الرياضي. سننتظر مردود هذا اللاعب على الجهه اليسرى. الياس الحداد يلعب الكره طوليه في اتجاه محسن ياجور، ياجور داخل المنطقه، يفقد توازن ياجور، لا وجود لخطا، وتغطيه ممتازه بالمقابل من طرف ياسين الرامي. الخبره الكبيره اللي عند هذا اللاعب، العنصر السابق لفريق الوداد الرياضي وكذلك نادي اولمبيك اسفي قبل العوده لفريق حسنيه اكادير. اذا ستلعب الجانبيه في هذه اللحظات عن طريق هنا ياسين عنبوبي، ترجع لوسط الميدان للاستلام من حسن بوعين. الياس الحداد في عمليه الاسترجاع، الياس وسط الميدان لفائده لاعب سيف الدين على العالمي، يرجع بها للحداد مره اخرى لمن هنا لصلاح الدين الباي. تبادل كروي جميل بين عناصر فريق الرجاء. سيف الدين العالمي يدخل لمنطقه جزاء، سيف الدين الصديقي يبعد الى الركنيه، كانت في اتجاه محسن ياجور، لكن الصديقي في نهايه المطاف يخرج نعم الى الركنيه. في هذه اللحظات تلعب الركنيه بسرعه، انا جبرون يرفع الراسيه بعد ذلك يا بدر، اللاعب الذي يمتاز بالضربات الراسيه بدر بانون امامنا على الصوره. صلاح الدين الباي كذلك اللي كان من يعني اللاعبين الذين بدأوا هذه الهجمة انطلاقا من وسط الميدان على العرضية الماضية، ولكن ردة الفعل كانت ممتازة من طرف اللاعب أمين الصديقي. والصديقي مرة أخرى في صراع مع محسن ياجور. الحواصلي يخرج بهدوء، يا سلام الحواصلي بهذه الطريقة الجميلة يقطع هذه الكرة، يلعب لي الصديقي من جديد وسط الميدان. بدر بانون يدخل بالراس المنتصف مرة أخرى من الزوير الشاوش. زوير تلعب على الجهة اليسرى مباشرة القاسمي مع يوسف الفحلي، لكن على المتابعة من إلياس على الحداد. حقيقة يمكن بال لاعبين الرجويين أكثر على المسابقة الإفريقية فعلا، يعني لست أدري هل كان من الأفضل تأجيل مباراة اليوم. عموما هذا قرار يجب احترامه في جميع الأحوال، يجب احترام القرارات، وانا اعتقد انه واحد من المبررات يعني المفهومه بالنسبه للجنه البرمجه هو انه في مباريات كثيره مؤجله،
فمتى سنبرمج هذه اللقاءات؟ وبالتالي حتى التوقيت هو ضيق، واعتقد بان الراجع عنده اسبوع من الان من اجل تحضير هذه المباراه، خاصه وان لقاء الذهاب سيجرى في المغرب وليس في الكونغو كينشاسا. وانا على يقين بان الراجع في هذه الظرفيه وفي هذا الاسبوع ستكون تعبئه كبيره، وحتى اللاعبين معنويا هم جاهزين لهذه المباراه النهائية. صحيح اللقاء سيكون صعب جدا امام فيتا كلوب المتمرس، فيتا كلوب اللي عنده 4-5 لاعبين في منتخبي الكونغو، يقودهم كذلك مبينغي الذي سبق له ان قاد منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس افريقيا 2017، وجانا بالمناسبة في الدور الاول لكأس الامم الافريقية التي اقيمت بالغابون. لذلك رغم الصعوبة المهمة ولكن الراجا يعول على الجمهور، يعول كذلك على خبرة لاعبيه، على نجومية بعض اللاعبين من أجل صناعة الفارق. ونقول شخصيا بأن النهائي يجب أن يحسم في كازابلانكا وليس في كينشاسا. يجب على الرجاء الرياضي أن يعرف تماما بأن النهائي الفاصل هو الذي سيجرى في الدار البيضاء وليس في كينشاسا. نعم الدار البيضاء، أنا أعني هنا الفوز على الأقل بحصة هدفين مقابل لا شيء، على الأقل 2-0 حتى تلعب بارتياح كبير في مباراة العودة، لأنه نعرف في كينشاسا أرضية ميدان ذات عشب اصطناعي، في كينشاسا جمهور يكون كبير، الضغط على الحكم أيضا، وبالتالي يجب تأمين النتيجة بنسبة كبيرة في مباراة الذهاب بمدينة الدار البيضاء. وأنا على يقين بأنه الجمهور سيحضر بكثافة لتشجيع فريق الرجاء الرياضي، لأنه يمثلنا جميعا. لمسة لياسين الرامي للسلام، حتى الآن لقاء متكافئ، ولكن تدريجيا بدأ فريق الرجاء الرياضي هو الذي يستحوذ على الكرة، يعني مر وقت طويل والحسنية متمركزة في منتصف ميدانها بحكم الاستحواذ من عناصر فريق الرجاء مع سيف الدين العالمي وكذلك مع صلاح الدين باهي وحتى أناس جبرون في الجهة اليسرى. الخطورة اللي ممكن تجي من هجوم الرجاء محسن ياجور، لأنه شفناه في اختراقين وشفنا كذلك تسديدة على المرمى، تتحول الكرة إلى ركنية الثالثة لفريق حسنية أكادير في انتظار التنفيذ. المهدي أوبيلا كالعادة هو الذي سينفذ هذه الركنية، الصعود للاعب ياسين الرامي، كذلك أمين الصادقي متواجد داخل المنطقة، الكرة تتهيأ داخل منطقة الجزاء ولكن المتابعة من محسن ياجور من جديد الضغط على حامل الكرة. هنا تخرج إلى الجانبية مرة أخرى. مباراة بكل تأكيد تحتاج إلى الهدف حتى نشاهد ربما نسق آخر من الفريقين للسلام في الجهة اليمنى. هناك مساحة ممكن التقدم، لمسة واحدة تصل لاعب يوسف الفحلي، يرفع يوسف الفحلي على القائم على الثاني ولكن بعيدة تماما، بعيدة تماما إلى هنا رمية جانبية يقول الحكم لفائدة فريق الرجاء الرياضي. إذن سنتابع حسنية أكادير على بعد أيام فقط من الدخول في غمار المنافسة الإفريقية. شيء جميل جدا بالنسبة لساكنة أكادير ومنطقة سوس عموما، نشاهد فريق حاضر على المستوى الإفريقي. مشاهدينا الكرام، يوم 27 أو 28 سيكون لقاء الذهاب. حسنية أكادير سيواجه فريق من تشاد، اسوسياسيون سبورتيف دي جندرمري ناسيونال نيجيريان، هذا هو الاسم الكامل لهذا النادي. وعبد الرحمن الحواصلي يتدخل في نهاية المطاف. نعم، الاسوسياسيون سبورتيف دي جندرمري ناسيونال نيجيريان، هذا هو النادي والخصم القادم لفريق حسنية أكادير في الدورة التمهيدي، فريق اللي فاز
بلقب دوري النيجر في 4 مناسبات خلال 2014 ولقب كاس النيجر في مناسبتين. نعم عندما فاز بالكاس 2018 لقب خول لهذا النادي المشاركة في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي. واعتقد ان المباراة مبدئيا في متناول فريق حسنية أكادير، وما قلت على فريق الرجاء الرياضي ينطبق ايضا على الغزال. يعني حامل لقب كأس العرش من المشاركة في الدوري التمهيدي، إما النهضة البركانية إما فريق وداد فاس. على فكرة نهائي كأس العرش سيجرى غدا بالمناسبة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بين النهضة البركانية والوداد الفاسي. نهضة بركان والوداد الفاسي. الوداد الفاسي الفريق الذي يزاول في دوري الدرجة الثانية. صورة جميلة جدا بالمناسبة لأنصار حسنية أكادير بالآلاف حاضرون. كذلك في الجهة المقابلة أنصار فريق الرجاء الرياضي الذين تنقلوا لأكادير لتشجيع فريقهم. بالعودة لنهائي كأس العرش النهضة البركانية وفريق الوداد الفاسي الذي سيجرى غدا. وعلى فكرة مباراة ستكون منقولة عبر قنوات بي ان سبورتس القناة المفتوحة. نعم ستنقل مباراة حسنية أو النهضة البركانية مع فريق الوداد الفاسي. فريقان يتطلعان لأول إنجاز تاريخي في مسابقة كأس العرش. النهضة البركانية الذي سيلعب النهائي الثالث له في مسيرته، بينما الوداد الفاسي الذي خلق المفاجأة سيلعب النهائي الأول له في مسيرته الكروية. ولكن القاسم المشترك بين الناديين هو عدم حصولهما على لقب قبل هذا الموعد، وبالتالي فالقاسم المشترك هو الحصول على أول لقب في مسيرتهما للوداد الفاسي وكذلك النهضة البركانية. على الورق يبدو أن النهضة البركانية هو المرشح الأبرز للتتويج بهذا اللقب، ولكن أيضا نحترم الطموح لدى كل الفعاليات الواف. البيانكونيري الوداد الفاسي الذي يريد أن يكرر ربما السيناريو المغرب الرياضي الفاسي منذ سنتين، منذ موسمين، عندما تمكن من إحراز اللقب وهو يزاول في دوري الدرجة الثانية. لو تتذكرون موقعة العيون لما فاز فريق الماس على حساب أولمبيك اسفي بهدفين مقابل هدف واحد. ربما هنا أيضا طموح بالنسبة للوداد الفاسي الإطاحة بفريق يبدو على الورق هو المرشح للتتويج بحكم خبرة لاعبيه، وأصبح الكل يعرف هذه الأسماء، بداية من حارسي المرمى عبد العالي المحمدي مرورا بالمدافعين خاصة يوسف دايو والركراكي والعربي الناجي ومحمد عزيز وعمار النمساوي وامين الكاس وعبد الصمد المباركي والان تراوري ولا باكوجو. فعلا اسماء اكثر من رائعه تابعناها خاصه في مسابقه كاس الاتحاد الافريقي عندما وصل الى الدوري الربع النهائي. وعلى فكره بركان ممكن ان تعود مره اخرى الى الواجهه الافريقيه شريطه احرازها على لقب كاس العرش، ولكن في النهائي كل شيء يبقى وارد رغم ان الترشيحات تصب يريد أن يواصل على نفس الدرب وعلى نفس المشوار، وهو الإطاحة بالكبار كما فعلها بكل تأكيد أمام الرجاء الرياضي بمدينة طنجة في الدور نصف النهائي. يريد أن يعاود الكرة مرة أخرى في لقاء النهائي غدا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. ذكرت بأن اللقاء سيكون منقول إن شاء الله طبعا يوم 18 من شهر نوفمبر، هكذا جرت العادة إجراء اللقاء في تاريخ ذكرى عيد الاستقلال المجيد للمملكة المغربية. هنا الخطأ والضربة الحرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي. شيء جميل أننا نشاهد 3 أندية
في كأس الاتحاد الإفريقي، ولكن شريطة الرجاء يحقق اللقب، هذا هو المطلوب. إن شاء الله الرجاء يكون في الموعد جميعا خلف الرجاء العالمي من أجل تحقيق هذا الإنجاز والحفاظ على المكتسبات للكرة المغربية. طبعا السنة الماضية دوري أبطال إفريقيا، تأهل لنهائيات كأس العالم، الآن تأهل لكأس إفريقيا. بعد الكاف تركيز سيكون أكثر على نهائيات الكان صيف السنة القادمة إن شاء الله. هنا الكرة تلعب عبد الرحمن الحواصي، وإن شاء الله يكون المنتخب الوطني في كامل الجاهزية في شهر يونيو حزيران القادم حتى ينافس بقوة على اللقب الإفريقي. هذه الكأس التي خاصمتنا وعاندتنا منذ 76 رغم الأجيال الكبيرة والمهمة التي مرت عبر تاريخ الكرة المغربية وعبر المنتخب الوطني، لكنها لم تنصف خاصة في سنوات الثمانينات، وهذا الأمر ذكرته في تعليقي على مباراة المنتخب المغربي. كذلك الكاميروني قلت بأن جيل الثمانينات لم ينصف سواء في نهائيات 86 أو في نهائيات 88، كان يستحق لقبا إفريقيا هذا الجيل. إن شاء الله الجيل الحالي يتمكن من إحراز هذا الإنجاز. كرة في الجهة اليمنى لفائدة حسنية أكادير. ابتعدنا شيئا ما عن اجواء المباراه لانه لا شيء يذكر، انحصار كلي للكره في منتصف الميدان. ترجع مره اخرى لفائده الحسنيه، منقولة لأيوب القاسمي. القاسمي يعمل المراوغة ممتاز، يتجاوزون حسن بوعين. القاسمي داخل منطقة الجزاء، محاولة للمرور لكن بعد ذلك المتابعة من إلياس. ترجع لزهير تشاوش مباشرة للاعب ياسين ومين الصديقي يلعب للمادي أوبيلا. مراوغة ممتازة المادي أوبيلا، وزراق يقول فيها خطأ وضربة حرة لفائدة حسنية أكادير. جلال الدولي غير تماما، ممتازة الفكرة، ممتازة هذه التمريرة الجهة اليمنى، والعودة لأنس جبرون يقطع هذه الكرة إلى الركنية. عودة كانت سريعة وموفقة لأنس جبرون، واحد من انتدابات فريق الرجاء الرياضي قادما من مغرب أتلتيك تطوان. شوف الفراغ الذي تركه اللاعب ديندا مولير، ولولا جبرون لمر اللاعب الأكاديري من الجهة اليمنى. عموما سنتابع هنا الركنية الرابعة لفريق حسنية أكادير. إذن سنتابع هذه الركنية مرفوعة، تدخل لصلاح الدين البي. ترجع مرة أخرى أكاديرية، عبد العالي الخنبوبي يرجع بالكرة للجهة اليمنى. هو الخنبوبي مرة أخرى بالكعب، يكسب الرمية الجانبية دائما لفريق حسنية أكادير. تلعب الجانبية بسرعة، ديندا مولير يراقب، يترك إلى ركلة مرمى. إذن 33 دقيقة على بداية المباراة، لا أهداف وحتى الفرص شبه منعدمة. جانب من الجماهير الرجاوية التي تنقلت لملعب أدرار، واحد من الملاعب الجميلة في المغرب. والله صراحة لما تشوف صورة ملعب أدرار تشعر بالفخر صراحة لهذا الصرح الرياضي الجميل جدا. وعلى فكرة ملعب أكادير الذي كان شاهد على انتصارات وعلى ملاحم بطولية لفريق الرجاء الرياضي، من الصور الأكثر من رائعة التي صدرت لها العالم بفضل الأداء الكبير الذي قدمه الرجاء وكذلك الجمهور والصورة التي رسمها في المدرجات. فعلا صدرنا أفضل صورة وأفضل لوحة سواء في رقعة الميدان وكذلك في المدرجات من خلال كأس العالم للأندية 2013 بين مراكش وكذلك أكادير، بين محطات أوكلاند ومونتيري ومينيرو قبل الوصول إلى المباراة النهائية أمام نادي بايرن ميونخ. هذا هو مسار بطولي لفريق بطولي، فريق فعلا شرف كل المغاربة بل كل العرب في هذه البطولة العالمية. نعم، ويبقى حتى الآن الفريق الأوحد، الفريق اللي وصل لنهائي كأس العالم للأندية عندما واجه فريق بايرن ميونخ الألماني. وشفنا جميعا ذلك الممر الشرفي للاعبي البايرن عندما تقدم لاعبو الرجاء
لمنصة التتويج ولحظة التكريم بهذا الإنجاز الغير مسبوق. محمد بوعميرة في وسط الميدان، هنا متابعة بالراس من طرف اللاعب سيف الدين العالمي، ترجع للخلف ياسين الرامي، يفتح اللعب هناك على الجهة اليمنى لكن مولير ديندا. شخصيا أنا جد سعيد بأن أشاهد حسنية أكادير الغزالة وهي تحضر في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، وستكون السعادة أكبر لو يفعل الحسنية ويصل إلى دوري المجموعات. شيء جميل أنه الأفارقة مرة أخرى يكتشفون أندية أخرى ويتابعون أندية أخرى. هكذا هو التنويع، لأن الأمر لا يقتصر فقط على كازا. صحيح الوداد الرجاء الأكثر حضور إفريقيا، ولكن أيضا على الأفارقة أن يتعرفوا أكثر على حسنية أكادير، أن يتعرفوا على هذه المدينة كما تعرفوا على بركان. شيء جميل هذه السنة تشوف الأندية الإفريقية والجماهير الإفريقية والصحافة الإفريقية خاصة العربية منها أصبحت تتحدث عن بركان ومدينة بركان والنهضة البركانية. هذا بفضل الحضور المميز للفريق البرتغالي في هذه المسابقة الإفريقية. نفس الشيء نتمنى إن شاء الله بالنسبة للحسنية، والآن المسؤولية على عاتقك يا ميغيل يا غاموندي حتى تقدم لنا فريقا تنافسيا وفريق يظهر بشكل مشرف ولمن الوصول إلى دوري المجموعات. نفس الأمر سيقال على فريق اتحاد طنجة. أنا على يقين هنا نتابع هذه الكرة والفرصة، وبدر بنون يرتكب الخطأ. أنا على يقين لو الحسنية مشات لدور المجموعات ولو اتحاد طنجة مشات لدور المجموعات كما فعل بركان قبل، سترون الوجه الآخر للجماهير. يسدد ولكن الكرة على المرمى. الرجاء الرياضي هذا هو الداودي اللي كان سجل بالمناسبة في الموسم الماضي هنا بملعب أدرار، المباراة التي انتهت بنتيجة هدف مقابل لا شيء. بوعميرة يستعد لتنفيذ ضربة المرمى. 39 دقيقة دائما 0-0 في مباراة مؤجلة عن الجولة الثانية. إلياس الحداد في استلام الكرة يرجع بها لمحمد بوعميرة. أذكر مرة أخرى رسميا اليوم المنتخب الوطني يتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا بعد سقوط منتخب الملاوي أمام جزر القمر. الكرة تمشي للتماس، التنفيذ عن طريق عمر فيدي. الرجاء يفقد الشيء الكثير اليوم وهذا الامر طبيعي. الورفلي وبوطيب وزنيتي ومعبيدي ورحيمي والحفيدي وحدراف والشاكير وشبيره، يعني تشكيل اخر وفريق اخر يغيب عن فريق او عن اسم الرجاء. الاستثناء ياجور في الامام وبانون في الدفاع، رغم ان بوعميرة تعودنا على وجوده. بوعميرة اللي كان حاضر ايضا في الكأس العربية
خاصة مباراة الإسماعيلي المصري أمام الدراويش 0-0 بمدينة الإسماعيلية، في انتظار مباراة الإياب. على فكرة يوم 11 من ديسمبر سيكون هو موعد إجراء لقاء العودة بين الرجاء الرياضي وكذلك النادي الإسماعيلي المصري. تصل الكرة ناحية اللاعب ديندا مولير، ديندا ضيع فريقهم ويتمنون أن يرون فريقهم وهو يمضي قدما في المسابقة الإفريقية بعد طول غياب. الحسنية يبقى من الكبار، الحسنية يبقى من الكبار. يكفي أن أقول بأن الحسنية فاز بلقب الدوري المغربي في 2002 وفي 2003، خسر نهائي كاس العرش 63 وكذلك 2006 2002 2003. اللقب كان مع محمد فاخر، الرجل اللي عنده رصيد غني من الألقاب مع الجيش، مع الرجاء، مع حسنية أكادير. هذه أبرز الأندية التي درب محمد فاخر، المدرب الحالي لفريق الجيش الملكي. وهذا هو القاسم المشترك بين الفريقين، هو محمد فاخر اللي فاز بالدوري المغربي مع الحسنية، هو فاز كذلك بلقب الدوري المغربي مع محمد فاخر. على فكرة يعني حتى لا ننسى الجماهير الأكاديرية، لن تنسى مدربا قدم الشيء الكثير لنادي حسنية أكادير، هو مصطفى مديح رحمة الله عليه. فعلا حتى جماهير الحسنية قدمت التعازي لعائلة مصطفى مديح وللأسرة الرياضية بفقدان لواحد من الأسماء الكبيرة التي خدمت الكرة القدم الوطنية من عدة مواقع، سواء في الإدارة التقنية وكذلك كمدرب للمنتخبات الوطنية وكمدرب للعديد من الأندية. مصطفى مديح حتى ساكنة أكادير وجمهور أكادير محمد بوعميرة كان محظوظ في هذه اللقطة في كرة اللاعب يوسف الفحلي. ترجع مرة أخرى الصديقي في وسط الميدان، مهدي ضاعت الكرة، حسن بوعين يسترجع مرة أخرى بوعين مع صلاح الدين الباهي. الصراع لا زال حاضر، الصراع لا زال حاضر، والدويك يلعب كرة في وسط الميدان، الباهي في الاستلام أحد لاعبي فريق الرجاء سقط على الأرض، بينما انطلاقة من جبرون يحاول الانسلال. إذن المذيعة الداخلية لملعب أدرار واللوحة الإلكترونية في الإشارة إلى الوقت المحتسب بدل الضائع، لأنه فعلا الآن دخلنا الوقت المحتسب بدل الضائع لي دقيقة واحدة كوقت محتسب بدل ضائع دقيقتين. إذن سنتابع الضربة الحرة لفائدة حسنية أكادير، بينما هنا إصابة يطر مع الحكم عادل الزراق لإيقاف اللاعب. شوف الإعادة، مباراة في شوط أول متوسط، مباراة في شوط أول كان فيها الأخطر ونادي حسنية أكادير. شوفنا تسديدة الداودي، ولكن الأخطر التسديدة التي جاءت من قدم اللاعب يوسف الفحلي، وكانت آخر كرة على فكرة. إذن تلعب الضربة الحرة من طرف عبد الرحمن الحواسي، كرة في وسط الميدان، وبالفعل عادل زراق ينهي الشوط الأول كما بدأ 0-0 في شوط متوسط. وفرص محمد بوعميرة كان محظوظ في هذه اللقطة في كرة اللاعب يوسف الفحلي. ترجع مرة أخرى الصديقي في وسط الميدان، مهدي ضاعت الكرة، حسن بوعين يسترجع مرة أخرى بوعين مع صلاح الدين الباهي.
الصراع لا زال حاضر، الصراع لا زال حاضر، والدويك يلعب كرة في وسط الميدان الباقي في الاستلام أحد لاعبي فريق الرجاء، سقط على الأرض بينما انطلاقة من جبرون يحاول الانسلال. إذن المذيعة الداخلية لملعب أدرار واللوحة الإلكترونية في الإشارة إلى الوقت المحتسب بدل الضائع، لأنه فعلا الآن دخلنا الوقت المحتسب بدل الضائع دقيقة واحدة كوقت محتسب بدل ضائع أم دقيقتين. إذن سنتابع الضربة الحرة لفائدة حسنية أكادير، بينما هنا إصابة يطر مع الحكم عادل الزراق لإيقاف اللاعب. شوف الإعادة، مباراة في شوط أول متوسط، مباراة في شوط أول كان فيها الأخطر ونادي حسنية أكادير. شوفنا تسديدة الداودي، ولكن الأخطر التسديدة التي جاءت من قدم اللاعب يوسف الفحلي، وكانت آخر كرة على فكرة. إذن تلعب الضربة الحرة من طرف عبد الرحمن الحواصي، كرة في وسط الميدان، وبالفعل عادل زراق ينهي الشوط الأول كما بدأ 0 مقابل 0 في شوط متوسط، وفرص وحذاف وشاكير وشبيرة وأسماء أخرى خارج حسابات المدرب خوان كارلوس غاريدو الإسباني، يلعب بأسماء أخرى، بينما ناس سيتي هنا في دكة البدلاء أراحه على المدرب خوان كارلوس غاريدو تحسبا للموقعة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. لحظات وتعطى ضربة البداية للجولة الثانية. لا بأس أن نذكر باختيارات المدربين الإسباني خوان كارلوس غاريدو والأرجنتيني ميغيل كاموندي. البداية بفريق الرجاء الرياضي محمد بوعميرة، حراسة المرمى فيدي عمران، رقم 3 إلياس الحداد، بدر بنون، منرديد، محمد الدويك، صلاح الدين باي، حسن بوعين، سيف الدين العالمي الجبرون، ومحسن ياجور. بين مقابل حسنية أكادير الحواصي الصديقي أيوب القاسمي، جلال الداودي، المادي وبيلا، عبد العالي الخنبوبي، يوسف الفحلي، إدريس بناني، وكريم البركي. اسماء الشابة اللي شفناه حتى في المسابقة الإفريقية. لو تتذكرون لقاء سيكا بيتشان الإيفواري عندما تمكن الأخضر من الفوز بهدف مقابل شيء، الهدف للاعب محمود بن حليم من علامة الجزاء. وقتها كان الحضور والظهور الأول لحسن بوعين في تشكيلة فريق الرجاء الرياضي. كرة في وسط الميدان، قلت بأن اسفي في المركز الثاني، بينما اليوسفية صفية برشيد في المركز الثالث. الفريق الصاعد الذي يقدم مستوى طيب وأداء شجاع في معظم المباريات، الفريق اللي وصل للنقطة رقم 11 من مجموع 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة. هذه المحصلة الرقمية لفريق يوسفية برشيد، نعم، الذي يقوده صديقي واللي ساهم في صعود فريق اليوسفية إلى دوري الكبار الفريقين الصاعدين اليوسفية، وعلى الخصوص فريق المولودية الوجدية. الإرث الكبير والعراقة والأمجاد والبطولات المولودية يتأخر في الترتيب العام رغم أنه لعب 8 مباريات بالتمام والكمال، ولكنه يتواجد في المركز ما قبل الأخير. على فكرة المولودية يقود حتى الآن عزيز كركاش، ولو أنه كثر الحديث عن إمكانية عودة
عبد الحق بن شيخة المدرب الجزائري، ربما ارتبط اسمه كثيرا في الآونة الأخيرة بفريق المولودية الوجدية، لكن الأمور حتى الآن لا زالت على حالها. عزيز يقود المولودية بينما انطلاقة في هنا ضربة مرمى وليس خطأ. تدخل من صلاح الدين الباهي، كان في صراع بينه وبين هنا لاعب حسنية أكادير المدافع الأوسط ياسين الرامي. نعم، هنا صراع وهنا على التحام بين اللاعبين، والأمامة مقربة من الحكم المساعد الذي أشار إلى ضربة مرمى. سلامات يا ياسين، سلامات يا ياسين. حتى الآن وصلنا للجولة الثامنة على الأرجح الديربي البيضاوي، وهذا بنسبة 100% سيتم تأجيله بحكم التزام الأخضر في المسابقة الإفريقية. نعم، لأن الأسبوع القادم سيكون الحدث الأبرز، نهائي الكاف، الفصل الأخير في المسابقة الثانية من حيث الأهمية بعد دوري أبطال إفريقيا، ولكن مهم جدا إحراز لقب هذه البطولة. فهل سيكون اللقب الثاني في مسيرة الرجاء الرياضي بعد 2003؟ وأعتقد أن مسابقة الكاف أصبحت تخصص مغربي إلى جانب الأشقاء التوانسة، لأن تونس حرازا على لقب كأس الاتحاد الافريقي، ثم بعد ذلك يلي المغرب، على اعتبار أن المغرب فاز ببطولات عديدة، بداية بفريق الكوكب المراكشي 96 مع يومير، بعد ذلك 2003 الراجا اوني ميشيل، 2005 الجيش فاخر، 2010 حسين عموتة، 2011 ماس المغرب الفاسي مع رشيد الطاوسي. لاحظوا تخصص مغربي يتحدث عن المدرب الذين هيمنوا على هذه المسابقة، مدرب أجنبي وحيد في تلك الموقعة، وذلك اللقاء السوبر ولقاء الكاف، زنيتي والمراني والزكرومي والحموني وحمزة حجي وشطيبي وكذلك العياطي بورزوق من انطلاقه هنا من ياجور، يدخل ياجور وضعية التسلل على محسن ياجور. وان شاء الله الاسبوع القادم نعم نتمنى الحسم، لان قلت موقعة النهائي بين فصلين الذهاب والاياب، والرجاء لاعب الرجاء ومدرب الرجاء وجمهور الرجاء كذلك يعرفون تماما بأن الحسم لابد أن يكون في الدار البيضاء قبل كينشاسا، بينما انطلاقة من أناس جبرون وياسين الرامي بعد ذلك في التغطية له. هو شيء جميل أن نشاهد الحسنية كما ذكرت أن يعود مرة أخرى للواجهة الإفريقية من بوابة الكاف، وثاني مشاركة في الكاف، بالمقابل سبق له أن شارك في مناسبتين في الادوار التمهيديه لدوري ابطال افريقيا، بينما انطلاقه الحسنيه الدولي يرفع راسه، الدولي يقوم بالمراوغه، لا الدولي لم يمر، ولكن الحكم ينصف في هذه اللقطه بعد صراع ثنائي بين الدولي وبدر بنون. في النهايه الزراق يقول ارتكبت خطأ يا بدر يا بنون. هذه الاعاده، الصوره امامكم والصافرة للزراق بتنسيق مع الحكم المساعد في إشارة إلى ضربة حرة جانبية لفائدة الغزالة السوسية. إذن المتابعة من طرف جلال الداودي يسعد لتنفيذ هذه الضربة الحرة على الجانبية لفائدة نادي حسنية أكادير. طبعا الصعود سيكون لياسين الرامي، أمين الصديقي، وجود يوسف الفحلي وادريس بناني، هذه الاسماء الحاضره داخل منطقه الجزاء. المادي اوبيل هذه المره هو من سيتكلم بالتنفيذ، وداودي يدخل
لمنطقة الجزاء، بينما الإشارة تأتي من الحكم المهدي أوبيلا، يرفع على القائم الثاني والإبعاد بالرأس بعد ذلك من طرف محمد الدويك. قبل الإبعاد كانت هناك صافرة من عادل زراق بإشارة لوجود خطأ وضربة حرة لفائدة محمد بوعميرة. الذي يعوض أناس. شفنا زنيتي في الاحتياط مبدأ المداورة، نعم المداورة المعمول بها من طرف خوان كاروس غاريدو حتى في حراسة المرمى. إراحة أناس زنيتي صراحة لأنه في حاجة ماسة لأناس في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. وعلى فكرة أناس لثاني مرة في مسيرته الكروية سيلعب نهائي الكاف بعد النهائي 2011 الذي جمع بين المغرب الرياضي الفاسي والنادي الإفريقي. وقتها كانت مواجهة بين الطاوسي وفوزي البنزرتي الذي كان يشرف على فريق الإفريقي التونسي تلعب الجانبية. تأكيد مرة أخرى لأن إدارة حسنية أكادير متمسكة بالأرجنتيني ميغيل غاموندو، لأنه دارت أخبار وسمعنا أنه غاموندي قريب من مغادرة فريق حسنية أكادير، ولكن التأكيد جاء من إدارة النادي في شخص الرئيس الحبيب سيدينو الذي أكد بأن ميغيل غاموندي سيواصل المشوار مع فريق حسنية أكادير. طبعا الرجل الذي كان يشتغل كمشرف وأيضا متابع للفئات السنية الآن يخوض غمار المنافسة الإفريقية. بعد أيام قليلة سيكون بداية المشوار لنادي حسنية أكادير مع فريق من النيجر تلعب هذه الركنية دائما رجاوية، والصديق يتحصل بعد ذلك على ضربة حرة فيها خطأ أم لا. هنا احتجاج الصديقي ولكن زراق يقر ركنية من جديد لفائدة فريق الرجاء. هل يمر الأخضر للسرعة القصوى باللاعبين البدلاء، لأنه قلت الرجاء تقريبا يلعب به الفريق الثاني وليس الفريق الأساسي، خاصة ثنائي من قيمة حدراف وكذلك عبد الإله الحفيظي اللي انضم مؤخرا للمنتخب الوطني. عموما سنتابع هنا الركنية لفائدة فريق الرجاء الرياضي، بينما زراق يرتب أموره داخل منطقة الجزاء لأنه في صراع كبير ومراقبة رجل لرجل. تلعب هذه الركنية ياسين الرامي بعد ذلك لإخراج الكرة إلى التماس دائما لفائدة فريق الرجاء. سيف الدين العالمي أمامنا على الصورة، أتذكر له هدف حقيقة عالمي، هدف عالمي في مرمى شباب الريف الحسيمي لما فاز الأخضر بستة أهداف مقابل الشام. المباريات الجميلة التي قدمها اللاعب سيف الدين العالمي، ولو أنه ليس باللاعب الأساسي والرسمي في ظل حضور نعم أسماء أخرى، لكنها تغيب اليوم وهي فرصة لسيف الدين العالمي. كرة أمامية لمن أنا متابعة من طرف اللاعب عبد العالي الخنبوبي. يطلب منه ياسين الرامي، صعب نفسه المهمة. الخنبوبي تأخر، الخنبوبي في إعادة الكرة لياسين الرامي. يشوف هنا علامات وإشارة العتاب واللوم من ياسين الرامي على الخنبوبي، لماذا لم تمرر لي بشكل مبكر. عموما سيف الدين العالمي فيها خطأ، الحكم زراق يأمر بمواصلة اللاعب تصل الجهة اليمنى. يوسف الفحلي يرجع للمساندة وبعد ذلك تخرج مرة أخرى للجانبية. لحظات يضغط فيها فريق الرجاء الرياضي من الجهة اليسرى. الرجاء في المركز العاشر ولكن لم يلعب 4 مباريات، هذه واحدة منها، وبالتالي ستنقص 3 مباريات. وعلى فكرة سيتم تأجيل لقاءه القادم على الأرجح، نعم بكل تأكيد سيتم تأجيل لقاءه. هناك لقاء ديربي ولقاء كذلك أولمبيك أسفي بملعب المسيرة الخضراء بحكم الالتزام الإفريقي. أنا لست أدري كيف ستتعامل لجنة البرمجة مع الكم الهائل من المباريات المؤجلة. الأمر لن يقف عند هذا الحد، الأمر لن يقف عند أواخر شهر نوفمبر، لا، الأمور ستتواصل، لأنه في نوفمبر دخول الحسنية في الكاف، دخول طنجة في الشامبيونز، عودة الوداد للشامبيونز، وممكن نهائي كاس العرش نتعرف على فريق آخر سيمثلنا في الكاف. بالتالي مع توالي المباريات الإفريقية فطبيعي جدا أن تكون هناك مؤجلات أخرى، لذلك أعتقد بأن هذا أصعب موسم
الإعادة مجددا، صراع بين ياسين ومحسن يشعر. ياسين ماذا تفعل؟ ياسين ماذا تفعل؟ تدخل بتهور، وبالتالي كان على صواب عادل سراق بمنحك الكارت الأصفر، وبالتالي هنا ليستفيد الرجاء الرياضي من هذه الكرة الثابتة. يرجع العديد من الاسماء، القاسمي كذلك يراقب الياس الحداد. اللاعب الذي يتميز بالضربات الراسيه. الصديقي يراقب بدوره محسن ياجور. اذا الحكم يعطي الاشاره، 5 لاعبين رجويين داخل المنطقه. الحواصي في متابعه هذه الكره. عبد الرحمن الحواصي الحارس السابق لنادي اتحاد الفتح الرياضي، انسى شقيقه ياسين الحواصي بدور حارس مرمى. بينما الاعاده للكره الماضيه والقراءه الجيده والتقدير هنا الحاضر من طرف عبد الرحمن الحواصلي في هذه اللحظات. كان عنده تصدي جميل في الجوله الاولى عبد الرحمن الحواصلي. الاسماء راحه لتتمتع باخلاق عاليه جدا، حتى طريقه تواصله مع الصحفيين فعلا مميزه، وتبريراته دائما تكون حاضره في محلها. كره اماميه لمن هنا رجاويه. الابعاد من عمران فيضي. تتعالى الاصوات في المدرجات، لكن الاداء لم يرقى الى المستوى حتى الان. لازلنا ننتظر الجديد بملعب ادرير. هذا لاعب يوسف الفحلي يرفع كره، متابعه من الحداد والخروج ربما في مرتد هجومي. ترجع مره اخرى المادي اوبيلا والحكم يصفر خطا. صار في اندفاع بدني كبير في هذه الجوله الثانيه. نعم، مع الاندفاعات تاتي الاوراق الصفراء، ومره اخرى انذار يخرج الحكم عادل زراق. هذه الإعادة مجددا. التدخل الماضي في حق اللاعب محمد الدويك. تدخل مرة أخرى بتهور أمام أنظار الحكم عادل زراق الذي يشير البطاقة الصفراء. نعم، زوير الشوش، نعم، هو الذي يتلقى الإنذار. أذكر بأن آخر مباراة جمعت بين الطرفين هنا بملعب أدرير انتهت لفائدة فريق حسنية بهدف مقابل لا شيء. ماذا ينقص اللقاء؟ لأنه فعلا اللقاء يبقى متوسط فنيا. حسنية أكادير بعد التراجع في هذه الجولة الثانية. الرجاء يظهر نواياه الهجومية، يظهر نعم رغبته في افتتاح باب التهديف حتى بالفريق البديل. بينما كرة ملعوبة، سيف الدين مباشرة لجبرون يطلبها دين دامولير. ترجع لي اللاعب سيف الدين العالمي حول المرور والوصول إلى محسن ياجور، لكن هنا القراءة الجيدة من الصديق بمساندة من ياسين الرامي. تمشي سريعا للجهة اليمنى. هنا متابعة من بدر بنون، يخرج بالكرة بدر، يمشي بدر العميد يتقدم، يخرج للصديقي. ترجع لسيف الدين العالمي. ضاعت يا سيف الدين، ضاعت يا سيف الدين. وانطلاقة مع كريم البركاوي بلمسة وتحضير. يا سلام على هذا التبادل الكروي. بركاوي سوء تفاهم بينه وبين جلال الدولي. كان فيها نوع من التسرع، معك يا كريم يا البركاوي، لأنه كان ممكن أن تتعامل مع هذه الكرة بشكل أفضل. تسرع فيه، وبالتالي ضيع على نفسه وعلى فريقه فرصة تهديد حارس المرمى محمد بوأميرة. حالة غليان في المدرجات، ولكن نتمنى الأفضل في المستطيل الأخضر بين الطرفين. وما يحتاج اللقاء بكل تأكيد وهدف من هذا الطرف أو من ذاك. ديندا بينما الكرة ملعوبة في الجهة اليسرى بعيدة على ياجور. الخنبوبي يعيدها، خطأ يا الخنبوبي، غلطة كبيرة يا الخنبوبي. لحسن الحظ موجود زميلك ياسين الرامي. في كثير من الأحيان الرامي يغطي على أخطائك يا الخنبوبي، في كثير من الأحيان ياسين الرامي يغطي على أخطاء الظهير الأيمن عبد العالي الخنبوبي. اليوم نعم يغيب اسم مهم جدا، يتعلق الأمر باللاعب عبد الكريم بعدي في الجهة اليسرى، يغيب عن المباراة
ويعوض أيوب القاسمي، ولكن عموما حتى أيوب القاسمي عنده إمكانيات محترمة جدا، ولو أنه الجهة اليسرى لن نشاهد كثيرا في المباراة من جانب حسنية أكادير. ماذا تغير في الحسنية مقارنة بالفترة عبد الهادي السكتيوي؟ وحتى لا ننسى كذلك فترة الراحل مصطفى مديح، يعني الأسلوب لم يتغير بين مصطفى مديح وكذلك عبد الهادي السكتيوي. الحسنية آخره الكل سيكون خلف فريق الرجاء، الكل قاطبة الجمهور المغربي سيشجع فريق الرجاء الرياضي لإحراز اللقب وتأكيد على الهيمنة والحضور المغربي في الواجهة الإفريقية، لأنه دائما نبقى بالتزامن مع ما يتم تحقيقه من طرف المنتخب الوطني. دائما نريد نجاحات للأندية، نريد دائما الحضور في الأدوار النهائية، لأنه في سنوات خلت كنا نغيب، حتى في دور المجموعات نغيب، في الشامبيونز ليج في الكاف نغيب، كنا مناسباتيين. والحديث عن 2011 2010 غبنا ل7 سنوات، الآن نعود للواجهة، نفوز بدوري الأبطال، هذه السنة إن شاء الله نفوز بالكاف، كأس السوبر. دائما الحضور يكون متواجد بالنسبة للأندية المغربية في الأدوار النهائية، إن لم نفوز على الأقل في الأدوار النهائية بالموازاة مع نجاحات المنتخب الوطني المغربي. بينما الكرة أمامية ومتابعة بعد ذلك بضربة رأسية من ياسين الرامي تصل الجهة اليسرى على القاسمي، يرسلها هنا متابعة بالراس من الحداد في وسط الميدان. هناك لاعب محمد الدويك، تمشي مرة أخرى لفائدة فريق الرجاء الرياضي. ديندا مولير ديندا يلعب لمحسن ياجور، يدخل به لوسط الميدان، متابعة من بن حليب اللاعب البديل. أصبح يتحرك أكثر عناصر فريق الرجاء، وقلت بأن لعب بن حليب وشعبان دخولهما تأكيد واضح على أن خوان كاروس غاريدو يريد أن يحسم النتيجة لمصلحته على بعد 20 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، ولا زالت النتيجة 0-0. كرة في وسط الميدان، دويك يلعب أمامية، مدافع الحواصلي يخرج في الوقت المناسب ويقطع هذه الكرة بينما احتياجات من عناصر الرجاء بدأ وجود خطأ في حق محمود بن حليب. أتمنى مشاهدة الإعادة والصراع على الكرة الماضية بين بن حليب وعبد الرحمن الحواصلي. احتياجات من اخوان كاروس غاريدو. هذه الصورة امامكم والحكم لكم مشاهدينا الكرام. لحظة الخروج دائما تقديرات عبد الرحمن الحواصلي تكون في محلها. هذه الإعادة مرة أخرى، تغطية كانت جيدة جدا. دور المدافع المتأخر فعلا يتقمص دور المدافع المتأخر الحارس عبد الرحمن الحواصلي، وينقذ مرمى وينقذ الحسنية من هدف ربما كان قادم من محمود بن حليب. وقلت بأن الرجاء البيضاوي الآن بدأ يشعر بأنه بإمكانه أن يسجل في ظل المساحات التي أصبح يوجدها في دفاعات فريق حسنية أكادير. إذن تغيير أخيرا، التغيير سيقدم عليه ميغيل غاموندي في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، طبعا الدوري المغربي متوقف هذا الأسبوع بحكم طبعا مشاركة المنتخب المغربي في التصفيات، وأيضا تربص الاعدادي لمنتخبين المحليين تحت إشراف جمال السلامي. تبقى الكرة أكاديرية ملعوبة هناك على الجهة اليسرى القاسمي، ولكن بعيدة تماما على لاعب القاسمي. أيوب الملوكي يستعد للدخول، سيكون أول تبديل للمدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي. هل هو أيوب الملوكي؟ أنا أعتقد أيوب، نعم
أيوب الملوكي على خط التماس يسعد للدخول. بوعميرة تصل لبدر بنون، يلعب للحداد، للاستلام من طرف صلاح الدين. هنا في منتصف انطلاقه سريعه، حسن بوعين للجهه اليسرى، ياجور يطلب ديندا، تمريره خاطئه من محسن ياجور. كثيره هي التمريرات الضائعه منك يا محسن. المهدي اوبيلا في استلام هذه الكره، يسترجع بدر بنون بسرعه لحارس المرمى محمد بوعميره. الحداد الياس في الاستلام، شوط ثاني سيطر فيه الراجع على الكرة، واضح ذلك كرة أمامية. هل كان متسلل محسن ياجور، تعطيها من ياسين الرامي، تمشي لوسط الميدان، جلال الداودي في تدخل وفي خطأ وفي ضربة حرة لفائدة فريق حسنية أكادير. شوط ثاني سيطر فيه الراجع، الحسنية بين الفينة والأخرى يخرج للبحث عن التهديد، بينما الملوكي فعلا هذا هو البديل للمدرب ميغيل كاموندي. تأكيد بدخول أيوب الملوكي هذه اللحظات مكان ادريس بناني. نعم ادريس هو من يخرج، هو الملوكي من يسجل دخوله. اذا فعلا هو الملوكي. هنا الكرة تعود لبوعميرة. وصلت الكرة الجهة اليمنى، الخنبوبي، لمن الخنبوبي ينتظر بلمسة واحدة. هنا إمكانية لرفع الكرة، ركنية منك يا ديندا مولير هو من يبعد الكرة إلى الركنية ليستفيد من نادي حسنية أكادير. ينتظر كثيرا الحسنية الكرات الثابتة من أجل الوصول إلى مرمى محمد بوعميرة، والخنبوبي يسعد لتنفيذ الركنية. الخنبوبي يرفع، الخنبوبي الراسية، بوعميرة في المكان المناسب. هذه من المناورات القليلة لنادي حسنية أكادير في الشوط الثاني. الحسنية كان أفضل في الجولة الأولى. بوعميرة يستلم هذه الكرة. الربع ساعة المتبقي على نهاية المباراة. الجديد يذكر بملعب أدرار، ولو أن الرجاء استحوذ على الكرة بشكل واضح في هذه الجولة الثانية. الخطورة تغيب باستثناء كرة واحدة لمحسن ياجور. نعم الذي لم يستفيد من ذلك الانفراد، ولو أن الوضعية نوعا ما كانت صعبة بالنسبة لمحسن ياجور. الحكم يصفر خطأ وضربة حرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي. يمشي بدر بنون للتنفيذ، يلعب بسرعة للحداد، الحداد لمن يطلب اللاعب الفيدي. هناك على الجهه اليمنى يفضل هنا صلاح الدين الباي في وسط الميدان. الباي كره طوليه، شوف هنا الان الرجاء الرياضي اصبح يلعب كرات في ظهر المدافعين حسنية أكادير. نعم اما شعبان اما ياجور طلب الكره في ظهر المدافعين. شفنا ياجور وشفنا بن حليب في واحده من الكرات لما حاول ان يسبق الكره على عبد الرحمن الحواصلي، ولكن الحواصلي تقدير الخروج والتايمينغ الخروج كان ممتاز. في لقطة طالب فيها لاعب فريق الرجاء بوجود خطأ. هنا الكرة في وسط الميدان، الحكم زراق نعم يمنح الامتياز لفريق حسنية أكادير. في اندفاعات بدنية واضحة في هذه الجولة الثانية. زراق من جديد يتدخل، وجلال الداودي يستعد لتنفيذ الضربة الحرة، بينما صلاح الدين الباي مصاب في هذه الأثناء. امور بخير بالنسبه للباي، سينهض نعم سيواصل اللقاء. وجلال الداودي يستعد لتنفيذ الضربه الحره دي الاعاده. اللحظه التي تدخل فيها الباي امام جلال الداودي. تلعب هذه الكره داخل منطقه الجزاء. انا متابع، لم يتحكم في ياسين الرامي. والرامي هنا عدم التحكم في الكرة، كأنه تفاجأ بها المدافع ياسين الرامي اللي صعد في الكرة الماضية.
فاس ولا النهضة البركانية سبق له تتويج بلقب كأس العرش. أحد الفريقين سيدخل خانة المتوجين بكل تأكيد. نتمنى أن يكون عرس رياضي كبير بين الطرفين، فريق ينتمي للدرجة الأولى وفريق آخر ينتمي للدرجة الثانية. على فكرة آخر فريق منتمي للدرجة الثانية فاز بلقب كأس العرش هو المغرب الرياضي الفاسي منذ موسمين في مدينة العيون، لما انتصر على أولمبيك اسفي بهدفين مقابل هدف واحد. كان عرس رياضي بحق في حدث استثنائي وفي مدينة استثنائية، مدينة العيون المغربية في الصحراء المغربية. هنا الكرة على الجهة اليسرى لفائدة فريق حسنية أكادير، ترجع لوسط الميدان وخطأ على مستوى التمرير، انطلاقة من محمود بن حليب بن حليب لمسة هناك لياجور، فرصة لفريق الرجاء الرياضي. ياجور ماذا سيفعل؟ ياجور تأخر في التمرير، ياجور تأخرت كثيرا وضيعت على نفسك وعلى فريقك فرصة افتتاح باب التهديف لفائدة فريق الرجاء الرياضي، وهناك خطأ بالفعل. إذا لا تنسوا غدا الموعد، نهضة بركان وداد فاس 18 من نوفمبر، وهي ذكرى عيد الاستقلال المجيد للمملكة المغربية. الموعد بالمجمع الرياضي الساعة الثالثة بالتوقيت المغربي. نهائي كأس العرش بالمجمع الرياضي نهضة بركان إذا وداد فاس. اللقاء يتوقف مرة أخرى، فرصة لم يستفيد منها فريق الرجاء الرياضي. ياجور حقيقة ياجور اليوم يضيع على فريقه فرص واضحة للتهديف. إذا على ما يبدو سيكون هناك تغيير. هل هو سعد الكحل من يستعد للدخول في هذه الاثناء، بينما بدأ العد العكسي لنهاية المواجهة؟ نعم، هو سعد الكحل يستعد للدخول. آخر تبديل من طرف الإسباني خوان كاروس غاريدو. هذه الإعادة مجددا، تدخل نعم ممتاز، لا وجود خطأ. إذن الكحل يسجل حضوره، إخراج بدر بنون. على ما يبدو الشعر بتعب، ربما لم يريد خوان كاروس غاريدو أن يجازف ببدر بنون فيما تبقى من الدقائق، ربما شعر ببعض الآلام وطلب تبديله، لأنه أعتقد بأن بدر بنون هو الذي طلب التغيير بشعوره بآلام. إن شاء الله لاباس وإن شاء الله بخير. بدر بنون يكون جاهز هو الآخر لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي الأحد القادم باستاد دونور إن شاء الله. كرة في وسط الميدان، يدخل ديندا أم لا؟ مرت عليك يا ديندا في الجهة اليمنى. يوسف هنا على الفحلي يلعب الكرة للخنبوبي، الخنبوبي العرضية خطيرة دي الحسنية. لقاء يتوقف مجددا، أصبحنا شيء التوقفات كل ما اقتربنا من نهاية هذه المواجهة. واضح بأن لاعبي الرجاء يتساقطون، يعني الواحد تلو الآخر لوحدهم، يعني حتى اللاعب الفيضي سقط لوحده بالفعل، بعض لاعبين يعني بدنيا، وهذا محل تساؤل بالنسبة لفريق الرجاء. يعني كل ما اقتربت المباريات من النهاية كل ما كان هناك تعب وإرهاق وانهيار بدني، وهذه تبقى نقطة التخوف والهاجس بالنسبة للجماهير. الإعداد البدني والجاهزية البدنية طيلة 90 دقيقة فعلا تطرح أكثر من تساؤل. عموما سنتابع الجانبية لفائدة فريق الحسنية، والدليل على هذا الكلام ما شفناه في مباراة وداد فاس نصف نهائي كأس العرش. شفنا كيف أن الرجاء انهار بدنيا في الشوطين الإضافيين، وكان واحد من العوامل المؤثرة في خروج الرجاء الرياضي
من نصف نهائي كأس العرش. الكرة أمامية لفائدة الحسنية على الجهة اليمنى. الداودي يرفع، بدأ يضغط الحسنية الآن. الفحلي يتركها الجهة اليسرى مع القاسمي، مرفوعة الكرة. فرصة، هذه فرصة للحسنية والخروج في المرتد الهجومي. أوبيلا يغطي، أوبيلا لمن أوبيلا تصل لديندا. ديندا على الجهة اليسرى بلمسة واحدة يجور، يدخل بين وسط الميدان، يطلب محمد شعبان. شعبان يمشي، شعبان فرصة فرصة فرصة، ضيع شعبان. ماذا ضيعت يا شعبان؟ انفراد واضح مع الحواصلي. ستندم كثيرا يا شعبان، وسيندم الراجع على تضييع هذا الانفراد غير معقول. قلت بأن غاريدو انتبه بأن هناك أخطاء دفاعية في الحسنية، مساحات أصبح يجد مهاجم فريق الرجاء البيضاء، ولكن الانفرادات يتم تضييعها برعونة. فعل يجور، ضيع يجور، وجاء دورك يا شعبان لتضيع كذلك هذا الانفراد الواضح بعد غلطة من الصديقي. ألم أقل لكم بأن الصديقي فعلا أصبح يخطئ كثيرا؟ ألم أقل لكم بأن الصديقي فعلا نقطة الضعف في قلب دفاع الحسنية؟ وتأكيد الصورة الماضية أمام شعبان، خطف شعبان ينفرد، ولكن شعبان يضيع فرصة سهلة أمام الحواصلي اللي قام بتغطية رائعة. لولا الحواصلي لكان الحسنية ملازم بهدفين على الأقل أمام كرة ياجور، انفراد ياجور وانفراد كذلك محمد شعبان. كرة في وسط الميدان أمامية طولية، الحداد يغطي والفيدي يتابع. الرجاء صار أخطر، الرجاء أسرع، والرجاء نعم في انفرادات وفي انسدادات مع التفكك الدفاعي الواضح. يسأل الصديقي عن أخطائه ويسأل كذلك الخنبوبي عن أخطائه، ومع الأخطاء جاءت الفرص ولكن الرجاء لم يستفيد منها. إذا تلعب الضربة الحرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي عن طريق الحداد يمشي بها أمامية فقط للحواصلي. والله برافو برافو هذا الحارس، فعلا محظوظ الحسنية اللي عنده الحواصلي، محظوظ الحسنية عنده الحواصلي. تلعب الكرة أمامية، طلبها الملوكي. الملوكي البديل لم تصل ككرة. الملوكي الذي أدخله ميغيل غاموندي أمامنا على الصورة كان في وضعية صعبة ولكن يتحصل على رمية جانبية. يمشي الخنبوبي لتنفيذ التماس. اشتعلت المباراة في اللحظات الأخيرة خاصة من جانب فريق الرجاء. شعبان البديل ضيع فرصة سهلة وسهلة جدا على فريق الرجاء الرياضي. إذا اللقاء يتوقف مجددا. فعلا لاحظوا بين لاعبي الرجاء يتساقطون الواحد تلو الآخر رغم أنهم كانوا الأخطر وكانوا الأقرب للتسجيل، وعلى ما يبدو سيكون هناك تغيير مجددا. إذن سيكون هناك إنذار بالفعل. لم أفهم هذا الإنذار يا زراق، ولكن صراحة الرجاء الرياضي ضيع الانتصار اليوم بهذه الفرص السهلة. إذن باسين يدخل في هذه اللحظات. ها هو باسين على ما يبدو مكان من الخنبوبي. إذن عبد الحكيم باسين كما أشارت المذيعة الداخلية لملعب أدرار هو من دخل أمامنا على الصورة وهو من سينفذ التماس الآن. إذن باسين السعد ينفذ الرمية الجانبية. فرصة فرصة، وبيلا ركنية يا أوبيلا، ركنية يا أوبيلا لمست أحد المدافعين لتستقر عند الركنية واحدة من الهجمات الخطيرة لحسنية أكادير. المتابعة الكرة الثانية، يا سلام على المراوغة يا أوبيلا والتسديد. دفاع يدخل والبركاوي يمشي لتنفيذ الركنية. النتيجة لم تحسن بعد والبركاوي في تنفيذ الكورنر. البركاوي مرة أخرى، يا البركاوي على القائمة الثانية. فرصة بوعميرة يتصدى،
بوعميرة الشجاعة كانت حاضرة معك يا بوعميرة. يرتقي ويتحدى كل مهاجمي حسنية أكادير ويوقف زحف الحسنية في هذه اللحظات، كما يصفر الحكم عادل الزوراق ويمنح الامتياز لمحمد بوعميرة. فعلا تحركت المباراة في الدقائق الأخيرة، أجمع هنا وأجمع هناك، الأخطر لشعبان يرد عليها أوبيلا، لكن الدفاع يتدخل ويبعد إلى الركنية هذه الإعادة. جرأة بوعميرة الذي عوض أنس سنيتي في لقاء اليوم حسب اختيارات خوان كاروس غاريدو الذي احتفظ بالأنس في دكة البدلاء، لأنه سيكون حاضر إن شاء الله في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. إذا سيتم احتساب الوقت البدل الضائع 4 دقائق. نعم 4 دقائق مضافة، منطقي جدا. نعم احتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع. تلعب الكرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي. انطلاقة من الجهة اليمنى، مراوغة أولى وثانية، لكن يخرج ديندا تحسن أداؤه نسبيا في الجولة الثانية رغم أنه معظم الكرات مرت عليه، معظم الهجمات الخطيرة تمر من جهة اللاعب ديندا مولير. تمشي للجهة اليسرى، هناك الحكم زوراق يتدخل يشير إلى وجود ضربة حرة لفائدة فريق حسنية أكادير. إذا ننتظر التنفيذ. هل هناك كارت أصفر لمحسن ياجور؟ ياسين الرامي يعيد الكرة لعبد الرحمن الحواصلي. ياسين مجددا يتقدم بهذه الكرة لمن يرسل للأمام، يبحث عن الملوكي والمهدي وبيلا ترجع باسي للجهة اليمنى. ها هو كريم البركاوي يرفع راسه، البركاوي يرفعها داخل منطقة الجزاء. البركاوي يوسف الفحلي ينتظر القاسمي، الحكم يمنح التماس لفائدة فريق حسنية أكادير. القاسمي يستعد لتنفيذ الرمية الجانبية، يطلب جلال الداودي، يفضل الفحلي مع أيوب الملوكي داخل منطقة الجزاء والحداد يتدخل. ترجع لباسين مرة أخرى، لمن يا باسين داخل منطقة الجزاء، لكن الحداد بالراس يتابع هذه الكرة من يوسف الفحلي بجانبه أيوب القاسمي مرة أخرى. أكاديرية المهدي أوبيلا، المهدي يعيد للصديقي، تمشي للجهة اليمنى، لمسة جميلة، فرصة الفحلي، فرصة ضيع الملوكي. كاد يلمس الملوكي نعم في بناء هجوم رائع. الفحلي يعكس، ولكن قراءة جيدة وتحرك من محمد بوعميرة قبل وصولها للاعب الملوكي. بالفعل واحدة من المناورات الخطيرة لنادي حسنية أكادير في الوقت المحتسب بدل الضائع. مشاهدينا الكرام حتى الآن الأمور لم تحسم بعد. المهدي وبيلا يعيد للصديقي بجانبه القاسمي والرامي، يفضل تمرير الكرة للجهة اليمنى، الكنترول من البركاوي. يا سلام على البركاوي، يا سلام على البركاوي. روغة الأولي، روغة الثاني، فرصة فرصة فرصة. ميسي الأكاديري، ميسي السوسي على طريقة ميسي يتلاعب بدفاعات الرجاوية، يراوغ الأول ويقول الثاني معليش أنا سامر. شوف واحدة من إبداعات البركاوي، ولكن العارضة تحرمه من هدف عالمي. على طريقة ميسي، قارنوها بمن شئتم، على طريقة ميسي وعلى طريقة مارادونا، لكن هذا بركاوي السوسي، بركاوي الأكاديري يتلاعب بدفاعات الرجاء، ولكن العارضة تنوب عنك يا محمد يا بوعميرة. واحدة من اللقطات الفنية الجميلة جدا في هذه المباراة معك يا الفنان البركاوي، بلمسات رائعة جدا وبلمسة وبفنيات وبمراوغات. نعم كدت أن تفعل وتحسم المباراة لمصلحة حسنية أكادير. هذا اللقاء يتوقف مرة أخرى. رائع البركاوي في اللقطة الماضية،
رائع، لم تكن محظوظا كما لم يكن محظوظا محمد شعبان لما انفرد بالحارس عبد الرحمن الحواصي، ولكن على الأقل بركاوي فعل ما يجب أن يفعله عكس شعبان اللي ضيع برعونة فرصة سهلة لوضع الرجاء في المقدمة. إذا المباراة متوقفة، نسير نحو النهاية والتعادل السلبي نعم بين الطرفين في هذه المباراة، لا غالب ولا مغلوب، النتيجة منطقية بين الطرفين، شفنا فرص أوضح للرجاء وكذلك لحسنية تغادير. الحسنية تبقى مؤقتا في الصدارة برصيد 14 نقطة بعد تعادلها الثاني في الدوري، بينما الرجاء 9 نقاط مناصفة مع النهضة البركانية واتحاد طنجة. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في مواعيد قادمة.